السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم عيش كايزر بطريقه جميله جدا في البيت، مش هيكلفك اي حاجه وهتعمليه وضامنه نظافته وضامنه جودته. عملت عندي الكميه اللي انتوا شايفينها دي، صاجين وصينيه مدوره، جميل جدا ورهيب. يلا بينا نشوفه معمول ازاي ومكوناته ايه. اول حاجه بتبداي تعمليها، بتجيبي بوله وتحطي فيها حليب، كوباية مج حليب ومجين مية دافية، وتحطي فيهم معلقة سكر ومعلقة خميرة وتقلبيهم تقليب كويس، وبعدين تغطيها لغاية ما تختمر عندك. بعد كده بتجيبي كمية الدقيق اللي انت عايزة تعمليها، وتجيبي عندك الزبدة، وتجيبي عندك ايه، الملح. هي دي المكونات اللي هنستخدمها. بس اهم حاجة لازم نعمل الخميرة زي ما انا قلت لكم اللي محطوطة في البولة دي، وتركنيها مفيش 5 دقايق بتلاقيها خمرت وجميلة. امسكي كل المكونات دي حطيها على الدقيق واعجنيهم عجن كويس، هيطلع عندك عجينة زي ما انت شايفاها كده. معلقة بقى زبدة كده وتروحي مغلفاها وتروحي مغطيها بستريتش. بعد نص ساعة هتطلع عندك بالطريقة اللي انت شايفاها دي. طريقتها جميلة ورهيبة. حضرنا الصينية وحضرنا الصاج وحطينا عليهم فيهم الورق الزبدة، ونبدأ بقى ايه نجزأها. نجزأ العجينة بالحجم اللي انت عايزاه. ادينا كده بدأنا نجزأ فيها ووريكم وانا بعملها. طبعا احنا كلنا بنعرف ازاي نجزأ العجين. بتاخدي قطعة وتفضلي تلمي فيها زي السرة كده، وتلمي فيها عشان يطلع من فوق ملمسه ناعم وجميل. وبرده بقى ايه، تعوشي ايديكي كده صوابعك الزبدة او السمنة الفلاحي، وتروحي كده ايه حطاه. الزبدة او السمنة الفلاحي بيدوله لمعان وشكل جميل، والريحة بتاعته بتبقى جميلة جدا. احنا بنعمل حاجة في البيت جميلة ونضيفة. يلا، شايفين؟ سوري وقعت مني. بصوا هنا كده احنا بنجمعها اهي زي السرة كده من تحت، عشان خاطر يخلي الوش الخارجي ليها ناعم. وتبدأي ترصيه وترصيه بعيد عن بعضه، لانه بيختمر. بنبططه شوية وبعدين بيختمر، ولما بيختمر بيقرب لبعضه. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله، بصوا خمر ازاي. بعد ما بططته كده خمر. هنستنى برضو عليه شوية كده بعد ما بططناه قيمة 5 دقايق، وبوريكي تخنه علو الصوبع كده. بصوا حطيته في الفرن وطلع عندي اول صاج بالطريقة اللي انت شايفينها دي. طريقته جميلة جدا ورهيبة، رائعة رائعة رائعة، وريحته جميلة جدا. برضو معلقة السمنة الفلاحي اللي حطينها، لمينا بيها العجينة وشكلنا بيها ومسحنا العجينة من فوق، عطيانا ريحة جميلة جدا، ريحة رهيبة. خلاص كده، خلاص كمان الصاج التاني وطلعته، وكمان الصينية المدورة كده. خلاص كمية العجين اللي انا عملتها خلصت. جميل جدا ورهيب. جربوا الطريقة بتاعتنا وقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات.